السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ليه ابل اس جي. التطبيق ده مساحته 34 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق بنك موجود في دولة فرنسا. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح حساب تحط فيه الفلوس بتاعتك. تقدر ان انت تعمل فيزا كارت توصلك لحد باب بيتك تتعامل بيها. كمان بتقدر ان انت تتعرف على كل المعاملات اللي بتتم، سواء حد معاه الفيزا كارت بتاعتك مثلا مديها لزوجتك مديها لابنك بيعمل معاملات بيشتري حاجات، بتجيلك على طول رسالة من التطبيق ان انت الرصيد بتاعك اتصرف مثلا مبلغ قد كده او اتخصم من الحساب بتاعك مبلغ قد كده في المكان الفلاني، في سوبر ماركت، في هايبر، في على التسوق على الانترنت. كمان بتقدر ان انت تقدم على قرض من خلال التطبيق ده، تعمل شهادات استثمار تكسب منها. كل الحاجات دي بتقدر تعملها من خلال التطبيق. تقدر كمان تشتري من على مواقع التسوق الإلكتروني زي أمازون وجوميا والحاجات دي تقدر تشتري من خلال برضو التطبيق ده وتدفع من خلاله. تقدر تدفع في السوبر ماركت من خلال التطبيق أو من خلال الفيزا كارت اللي انت بتستلمها. كل الحاجات دي موجودة على التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو كله باللغة الفرنسية، مفهوش لغة عربية. بالاضافه لان التطبيق مش موجود منه في كل دول العالم، او البنك مش موجود، ملوش فروع كتير في كل دول العالم. هو يا دوبك الفروع بتاعه فرنسا بس. بالاضافه لان التطبيق مش فيه مشكله، ان لما حد بيحمل التطبيق وبيشتغل عليه، لو كل فتره او كل مثلا اسبوع او 5 ايام او كده بيضطر ان هو التطبيق يطلعه ولازم يدخل الايميل بتاعه والباسورد من اول. ده بالنسبة للعملاء العاديين. بالنسبة للعملاء الفي اي بي مش بيحصل معاهم المشكلة دي. بس كده، ده يعتبر افضل شرح للتطبيق بالنسبة للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين ريت تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.